اختار اللاعب صاحب الأصول المغربية جوليا مصباحي لاعب نادي فيتو الهولندي اللاعب للمنتخب المغربي بدل هولندا، وسيلتحق بمنتخب أقل من 20 سنة تحت إشراف المدرب محمد وهبي. وكانت المصادر قد أشارت في وقت سابق بأن اللاعب مصباحي قام بزيارة سرية لمركب محمد السادس بمدينة سلا في انتظار أن يحمل قميص الأشبال قبل أن يتمكن من ذلك في انتظار الظهور مع المنتخب المغربي. للإشارة فاللاعب مصباحي ينحدر من أبي مغربي وأم هولندية، ويشغل مركز مدافع، وهو من أفضل المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم الهولندية. ذكرت منصة دي أتليتيك أن المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان قد أثار غضبا عارما في صفوف جماهير ليفربول بعد رفعه شعار نادي عقب التأهل على حساب الريز إلى ربع نهائي دوري الأبطال. وبعدما انقض الفريق الباريزي على بطاقة التأهل، انتصب حكيمي في منتصف ملعب أنفيلد ورفع شعار النادي الفرنسي معربا عن اعتزازه بالانتماء إلى باريس سان جيرمان المنضم حديثا إلى ركب الأندية المتواجدة في دور الثمانية. وقالت الصحيفة المذكورة إن الدولي المغربي أشعل غضب الجماهير الحاضرة في الملعب من جانب ليفربول، مضيفة: من المدهش ألا يخبر لاعب ليفربول حكيمي باستيائهم من التصرف، خاصة بعد أن هاجموا عبد الله دكوري لاعب إيفرطون الذي قام بفعل مماثل في ديربي الميرسيسايد.